والنوع المنتشر في مصر مكوناته قاتلة حرفيا. ده بيدمر الخلايا العصبية في المخ وبيعمل لخبطة في وبيخلي تصرفاته عنيفة والمرض جدا. ده بيسيب الأعصاب وبيأثر على الحركة لدرجة إنه ممكن يأذي أقرب الناس ليه. في الفترة الأخيرة ظهر في بلادنا العربية سم قاتل شباب كتير مدمنة عليه وبتقتل بيه نفسها بالبطيء، والسم ده اسمه كريستال ميث. الكريستال ميث هو مادة مخدرة اسمها المعملي ميثامفيتامين، شكله يشبه الكريستال أو شظايا الإزاز، واسمه الدارج في سوق المخدرات آيس. وهو يعتبر مادة منشطة جدا بتخلي أي حد ياخدها يركز بشكل مش طبيعي، وبتزود ضربات القلب وبترفع درجة حرارة الجسم، ودي حاجات ممكن تسبب الوفاة في الحال لأي شخص عنده مشاكل في القلب أو التنفس. والجرعات العالية منه بتسبب حالة من السعادة المفرطة، عشان كده شباب كتير بدأوا يدمنوا عليه، وانتشر تقريبا في كل بلاد العالم بما فيهم مصر. وانتشار المخدر ده تعتبر كارثة بتهدد المجتمع كله، لأن إدمانه بيسبب أمراض خطيرة جدا زي فيروس نقص المناعة البشرية، وإصابات تانية زي فيروس سي وفيروس بي، وبسهولة جدا ممكن الأمراض دي تتنقل لأي شخص بيتعامل مع الشخص المدمن، وهي دي خطورته اللي بتخليه من أسوأ أنواع المخدرات. المس بيسحب المية من الجسم وبيسبب تجاعيد وجفاف وقرح على الجلد، ده غير الدراسات اللي بتقول إن أي شخص بيستخدم مخدر الكريستال ميث لمرة واحدة بس بتزيد احتمالية إصابته بمرض اسمه باركنسون، والمرض ده بيسيب الأعصاب وبيأثر على الحركة. وخليني أقولك إن الأمراض دي بالرغم من خطورتها فهي ما تجيش حاجة جنب أمراض تانية أخطر بكتير بيسببها الكريستال ميث. المخدر ده بيدمر الخلايا العصبية في المخ وبيعمل لخبطة في الهرمونات زي هرمون الدوبامين، ومع الوقت بيلغي عقل الشخص المدمن وبيسبب له مشاكل في الذاكرة وبيعمل له هلوسة وبيعيشه في جنون العظمة، وبيخلي تصرفاته عنيفة جدا لدرجة انه ممكن يأذي اقرب الناس ليه، وكمان ممكن يتورط في جرائم ممكن توصل للقتل والاغتصاب وهو غايب عن الوعي ومش دريان باللي بيعمله، وممكن يوصل بالمدمن لانفصام في الشخصية. والأسوأ في الموضوع ان الكريستال ميث مش مادة طبيعية زي الماريجوانا. المس بيتم تصنيعه في شرق آسيا وبيكونوا عبارة عن خليط مواد كيميائية مختلفة، وده اللي بيخلي الموضوع أخطر لأن الأضرار بتزيد حسب المواد الكيميائية اللي بيخلطها التجار عشان الإدمان يزيد وبالتالي الأرباح تكتر. والنوع المنتشر في مصر مكوناته قاتلة حرفيا، لأنه بيتكون من رصاص البطاريات وحمض الكبريتيك ومواد تانية بتدخل في تركيب المبيدات الحشرية، وكل المكونات دي بتتسبب في تلف وظائف الجسم وبتعمل سكتات دماغية وقلبية. ولو تعرف أي حد بيمر بتجربة إدمان المس لازم توعيه وتساعده إنه يخرج من نفق الضلمة اللي نهايته الموت، وده عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي المصرية اللي بتقدم كل خدمات علاج الإدمان بالمجان وفي منتهى السرية، من أول العلاج الطبي لحد الدعم النفسي، واللي ممكن تتواصل معاهم من خلال رقم الخط الساخن اللي موجود قدامك. حاول توعي اللي حواليك وشير معاهم الفيديو ده، يمكن تنقذ حد من خطر ممكن يكون بيهدد حياته.